السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم رايحه نحضر معكم هاد الوصفه تاع الصامصه بالكوكاو وورق الديول. تجي سهله وتجي شابه، وتقدري تحضريها في اي وقت وتسجليها لرمضان ان شاء الله. نحتاجو ورق ديول ونحتاجو كوكاو هذا محمص مرحي كما راكم تشوفوا حوالي 200 غرام. نحتاج القرفه مدقوقه، نحتاج الجنجلان للتزيين، نحتاج المازر، ونحتاجو السكر، سكر عادي. وهنايا الفارينة، ملعقة فارينة خلطتها مع شوية ما، يعني غادي نحتاجوها كغراء فقط. نحكم الكوكاو، ندير له الكوكاو عندي حوالي قلنا 200 غرام، ندير له ملعقة صغيرة تاع قرفة، وندير 4 ملاعق تاع سكر. وتخلطي. هنايا هاد الاناء جاني شويه صغير، غادي نبدله ندير اناء شويه كبير عليه ونخلط. نخلطو هنايا المكونات، ونقعد نضيف في المصير غير بشويه حتى نتحصل على القوام اللي راني بغيته. يعني ما تجريهاش بزاف وما تنشفيهاش بزاف، تخليها شويه شويه. هذا هو القوام اللي راني بغيته. نخليه يريح شويه، مادام يريح غادي يجي شباب يطلق واحد العسل، يعني داك السكر يذوب ويجي حاجه شابه. نحكم الورقه تاع الديون نقسمها بين زوج ونطويها كما راكم تشوفوا. هذا غير نص تاعها، يعني باش الحبات تاع الصمصه يجوني قد قد. هذيك الاضافه نقلعها بالمقص. نتمنى تكون واضحة باش تخدموها غاية. اللي عمرها ما جربتها ننصحها باش تجربه، باسكو حاجة سهلة ومضمونة 100%، يعني يخرج لك ويخرج شباب ويجي طري، يجي مقرمش من برا وطري من الداخل. كملت كاع الكمية اللي عندي على حسب لافاغس اللي عندي. نوجد على جهة الحسل وندير الزيت يحمى. نقلي هذوك الحبات تاع الصامصة كيما تقلي البوراك، تحمريهم شوية وديريهم مباشرة من مقلة للعسل وتخليهم يقطروا، وتزينيهم بالجنجلن في الجوانب، يعني في القنوت تاع المثلث. هذه هي الصمصة تاعنا، يعني طريقة سهلة وناجحة وتهنيك، يعني باش تخمي السهرات الرمضانية تحضريها يجوك ضياف، انت يا صحاب الدار تحضريها في بأسرع وقت. هذه هي. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة وتستافدوا معايا وتجربوها ان شاء الله، وتردوا لي رايكم في لي كومونتير كيفاش جاتكم. ما بقى لي نقول لكم فرجة ممتعة. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، ومع وصفات واحدة اخرى ان شاء الله. مع السلامة.